اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض غرزة جديدة. الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار 4 سطور، وهي غرزة سهلة جدا زي ما احنا شايفين. هي غرزتها واسعة. هنلاقي الغرز بتاعتها عبارة عن سلاسل وغرزة حشو، يعني غرزة بسيطة وسهلة تنفع للربيع او الخريف. او طبعا لو عايزة تستخدميها في الشتاء تستخدمي الخيط المناسب. وانا هشتغل بخيط اليز بيبي باتيك، وهستخدم ابرتين، ابرة رقم 4 دي أنا هشتغل بيها البداية بتاعة الغرزة، والإبرة رقم 3.5 هشتغل بيها الغرزة نفسها. هبدأ أعمل عقدة البداية، وهبتدي الغرزة بتاعتي بالإبرة اللي هي المقاس الأكبر، مقاس رقم 4. والغرزة بتاعتنا بتتعمل من مضاعفات العدد 7، يعني أنا هرتفع 7 غرز ورا 7 غرز، ادي كده 1 2، ومش هزود سلاسل بعد كده، يعني بس 7 غرز ورا 7 غرز، ادي كده 3 4 5 6 7، وارجع ارتفع تاني 7 غرز تاني، 1 2 3 4 5 6 7. انا هرتفع 35 غرزة سلسلة وارجع له. انا اشتغلت 35 غرزة سلسلة، وطبعا انت هتعملي عدد السلاسل اللي انت عايزاه على حسب الحاجة اللي انت هتعمليها، سواء شال او كوفية. وهبدأ برضو اشتغل السطر كأساس للشغل، مش هبدأ لسه السطر الاولاني من تكرار الغرزة، انا بعمل اساس للشغل، وكل ده لسه انا بشتغل بالابرة الكبيرة. هبتدي اشتغل في تاني غرزة سلسلة، هسيب اول غرزة وادخل في تاني غرزة اشتغل غرزة حشو، وهشتغل السطر ده كله غرز حشو. فوق كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة حشو. طبعا انا بشتغل البداية بإبرة اكبر شوية علشان ما تبقاش مشدودة، الغرزة ما تبقاش مشدودة في البداية. هكمل كده السطر كله غرز حشو وارجع له. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله غرز حشو، بقى عدد غرز الحشو معايا 34 غرزة حشو. هبتدي بقى ابدل الابر، هشيل الابرة مقاس 4 وهبتدي استخدم مقاس 3.5، وهبدأ السطر الاولاني من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في اول غرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وبعد كده هرتفع 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهبدأ اسيب 4 غرز، ادي 1 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة هدخل اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وكمان هشتغل في الغرزتين اللي وراها كل غرزة غرزة حشو، يعني هيبقوا 3 غرز حشو ورا بعض بالشكل ده كده. وهرجع اكرر تاني، هرتفع 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسيب 4 غرز، 1 2 3 4، في الغرزة الخامسة هدخل اشتغل غرزة حشو، كمان الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة غرزة حشو، هيبقى التوتال 3 حشو ورا بعض. وهرجع اكرر تاني، هرتفع 9 سلسلة، 4 5 6 7 8 9، وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها 9 سلسلة. فاضل معايا اخر 5 غرز، هدخل في الغرزة الخامسة او اخر غرزة اشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. يبقى انا كده خلصت السطر الاولاني من تكرار الغرزة ده كده شكله. وهبدأ السطر التاني، هرتفع برضو غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، وبعد كده هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهاجي هدخل في الفراغ بتاع 9 سلسلة، هبتدي اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، وارجع اشتغل 5 سلسلة تاني، 3 4 5. هيقابلني بعد كده الثلاث غرز حشو، هدخل اشتغل في الغرزة التانية او الغرزة اللي في النص، يعني هسيب اول غرزة واشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو، هسيب اخر غرزة كمان
بالشكل ده كده. وهرجع بقى اكرر تاني، هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هدخل في الفراغ بتاع 9 سلسلة، اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، 5 سلسلة تاني، 3 4 5، هيقابلني ال3 حشو، هدخل في الغرزة التانية او الغرزة اللي في النص، اشتغل برضو غرزة حشو بالشكل ده، وهكرر كده بنفس الطريقة بالشكل ده كده. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت 5 سلسلة ودخلت في الفراغ، اشتغلت غرزة حشو، هرتفع بعد كده 5 سلسلة، 3 4 5، وهنهي السطر هنا في غرزة الحشو، هدخل فيها اشتغل برضو غرزة حشو. يبقى انا كده نهيت السطر التاني من تكرار الغرزة. طبعا هيبان كل ما نرتفع الغرزة هتبان اكتر. وهبدأ السطر التالت من تكرار الغرزة، هبتدي ارتفع 10 سلسلة، يبقى السطر التالت برتفع فيه 10 سلسلة. ادي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهقلب الشغل الناحية التانية بالشكل ده كده. وهبدأ ادخل هنا عند غرزة الحشو دي، ابتدي ادخل في الفراغ قبلها، اشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو هشتغل برضو غرزة حشو، ووراها في الفراغ اللي بعدها هشتغل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت 3 حشو ورا بعض. هنا قبل غرزة الحشو اشتغلت غرزة، وبعدها اشتغلت غرزة، وبعد كده هرتفع 9 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9. هسيب غرزة الحشو دي، وهدخل عند غرزة الحشو اللي بعدها، هكرر، هدخل هنا في الفراغ قبلها اشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو هشتغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعدها هشتغل غرزة حشو. يبقى التوتال 3 حشو ورا بعض. وهبتدي اكرر تاني 9 سلسلة، 4 5 6 7 8 9. هسيب غرزة الحشو دي، وهدخل في اللي بعدها اشتغل في الفراغ قبل غرزة الحشو غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو غرزة حشو، وبعدها او في الفراغ اللي بعدها غرزة حشو. وبعد كده هرتفع 9 سلسلة، هكمل كده وارجع. وصلت كده لنهاية السطر، واشتغلت اخر حاجة 3 غرز حشو ورا بعض بنفس الطريقة اللي بشتغلها السطر كله. بعد كده هنهي السطر، هرتفع 3 سلسلة مش 9، يبقى نهاية السطر هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهقفل السطر بعمود بلفتين في غرزة الحشو هنا. يعني انا هلف الخيط مرتين على الابرة، وهدخل فوق غرزة الحشو دي اشتغل فيها عمود بلفتين، هلف واخرج من اول حلقتين، والف واخرج من تاني حلقتين، والف واخرج من اخر حلقتين. يبقى انا كده نهيت السطر الثالث من تكرار الغرزة بالشكل ده. وهبدأ السطر الرابع والاخير، هبتدي ارتفع غرزة سلسلة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. وبعد كده هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهدخل في تاني غرزة حشو. يعني هسيب اول غرزة وهشتغل في الغرزة اللي في النص او التانية غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده هرتفع 5 سلسلة تاني، 3 4 5، هيقابلني الفراغ بتاع ال9 سلسلة، هدخل اشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده، 5 سلسلة، 3 4 5، هدخل في الغرزة التانية او في النص، هسيب اول غرزة وادخل في الغرزة التانية اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هدخل في الفراغ بتاع ال9 سلسلة اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 2 3 4 5، هشتغل فوق غرزة الحشو اللي في النص. يعني هسيب اول غرزة واخر غرزة، وهشتغل في الغرزة اللي في النص غرزة حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، واشتغلت اخر حاجة غرزة حشو في الغرزة اللي في النص. بعد كده هرتفع 5 سلسلة، 3 4 5، وهنهي السطر في خامس غرزة سلسلة. هبتدي اعد من تحت هنا 1 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة هدخل اشتغل فيها غرزة حشو.
يبقى انا كده نهيت السطر الرابع من تكرار الغرزة، وهبدأ اكرر الاربع سطور تاني. هيبتدى شكلها يبان زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اكرر معاكم السطر الاولاني. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. هرتفع بعد كده 9 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9. نخلي بالنا ان احنا مش هنشتغل عند غرزة الحشو الاولانية، هنسيب الغرزة الاولانية وهندخل في غرزة الحشو اللي بعدها. هنبتدي ندخل في الفراغ اللي قبل غرزة الحشو، نشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو كمان غرزة حشو، والفراغ اللي بعدها غرزة حشو. هيبقى التوتال 3 حشو ورا بعض زي ما احنا شايفين. 9 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9. هسيب غرزة الحشو دي وهدخل عند اللي بعدها في الفراغ اللي قبلها هشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو غرزة حشو، والفراغ اللي بعدها غرزة حشو بالشكل ده كده. وهكرر بنفس الطريقة ده كده السطر الاولاني من تكرار الغرزة زي ما احنا شايفين. وهبدأ السطر التاني، هرتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وادخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. والسطر ده انا هشتغل فيه 5 سلسلة، 3 4 5، وهدخل في الفراغ بتاع ال9 سلسلة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. وبعد كده هرتفع 5 سلسلة، 4 5، وهدخل في الغرزة التانية. اسيب اول غرزة واخر غرزة، وهدخل اشتغل في الغرزة اللي في النص غرزة حشو. وهكرر هرتفع 5 سلسلة، 4 5، هدخل في الفراغ بتاع ال9 سلسلة اشتغل حشو، 5 سلسلة، 3 4 5، ادخل في الغرزة اللي في النص اشتغل حشو. هكمل كده بنفس الطريقة. ده كده السطر التاني من تكرار الغرزة. والسطر التالت هنبتدي ب10 سلسلة. طبعا نقدر نرجع بقى للفيديو للسطر التالت، وهنكرر كده السطور ورا بعضها. انا هشتغل شوية وارجع معاكم اعمل او اقفل الغرزة بسطر من غرز الحشو كده، اوريكم ازاي نقفل الغرزة بتاعتنا. بالشكل ده كده شكل الغرزة بتاعتنا. فاضل ان انا اعمل سطر من غرز الحشو في النهاية زي ما انا ابتديتها بغرز حشو كده. هنهي برضو الغرزة بغرز حشو. فانا هشتغل سطرين، سطر هعمل فيه سلاسل، والسطر التاني هشتغل فوق السلاسل غرز حشو. وهشتغل برضو بنفس الابرة اللي هي المقاس الصغير 3.5، يعني مش هبدلها بالمقاس الكبير. ونحاول واحنا بنشتغل ما نشدش ايدينا قوي علشان الغرزة ما تبقاش مشدودة. فهبدأ السطر الاولاني من السطرين، هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. بعد كده هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهسيب غرزة الحشو الاولانية دي، وهدخل عند غرزة الحشو التانية. هبتدي اشتغل زي ما انا كنت بشتغل. هدخل في الفراغ اللي قبلها اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وفوق غرزة الحشو نفسها هشتغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعدها هشتغل غرزة حشو. يعني هيبقى معايا كده 3 حشو. وهرجع اكرر تاني، هرتفع 4 سلسلة، هسيب غرزة الحشو دي وهدخل عند اللي بعدها هشتغل في الفراغ اللي قبلها حشو، وفوقيها فوق غرزة الحشو حشو، والفراغ اللي بعدها حشو بالشكل ده. وهكرر هرتفع 4 سلسلة، هسيب غرزة الحشو دي وهدخل في عند الغرزة اللي بعدها. هدخل قبل الغرزة اشتغل غرزة حشو، وفوق الغرزة غرزة حشو، وبعد الغرزة غرزة حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله ونهيت السطر بغرزة حشو. هنا في اخر غرزة اشتغلت فيها برضو غرزة حشو، وهبدأ السطر اللي بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. وهيقابلني الفراغ بتاع الاربع سلاسل، هدخل اشتغل فيه 4 حشو. ادي كده 2 3 4. وبعد كده ال3 غرز حشو هدخل اشتغل فوق كل غرزة حشو هشتغل فيها برضو غرزة حشو بالشكل ده. والفراغ بتاع ال4 سلسلة هشتغل فيه 4 حشو. كده 2
3 4. وفوق كل غرزة من التلاتة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. اشتغل كده برضو بنفس الطريقة بالشكل ده. كده انا خلصت السطر التاني، وده كده شكله. يبقى انا نهيت الغرزة بغرز حشو زي البداية زي ما احنا شايفين كده. وده كده شكل الغرزة بتاعتنا. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا نقدر نستخدمها كشال مستطيل او سكارف، يعني زي ما تحبي تشتغليها. اتمنى ان الغرزة تكون عجبتكم، تكون سهلة وبسيطة عليكم. شكرا لكم، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.